سفاح الأردن. قصة حقيقية، تنسيق وكتابة الكاتب أحمد محمود شرقاوي. سنة 1996 كانت في سلسلة جرائم بشعة بتحصل في دولة الأردن وفي أكتر من محافظة، وكان أسلوب القاتل متشابه جدا في أغلب الجرائم. الضحية بتكون بظهرها والقاتل بيضربها بأداة حد على راسها وبكل عنف لحد ما تقع في الأرض، وبعدها بيطعنها ويدخل يفتش في الشقة عشان يجمع أي مبالغ مالية ممكن تكون موجودة في المكان. والغريب إن القاتل كان ذكي لدرجة إنه ما كانش بيسيب بصمة واحدة وراه، والشرطة عانت علشان تقدر توصله. ومن شدة غروره بعت جواب لمديرية الأمن بالأردن يقول فيها إنه هو القاتل وإن ما حدش هيقدر يمسكه، ولو فكر رجال الشرطة يمسكوه هيقتلهم واحد واحد. سلسلة جرائم من أغرب ما يمكن. اتولد بلال موسى محمد سنة 1972 في مدينة الزرقاء بدولة الأردن الشقيقة. أسرة بلال كانت فقيرة نوعا ما، وكانت حياتهم بسيطة بحكم إن والد بلال كان بيشتغل عسكري، وكان الراتب بتاعه بسيط جدا. علشان كده بلال وأول ما كمل 14 سنة بدأ يشتغل جنب دراسته علشان يقدر يعيش عيشة كويسة بعيدا عن حياة أهله البسيطة. وفعلا بلال اشتغل فترة صباغ ونقاش علشان يقدر يجمع أي فلوس، وفضل في المهنة دي فترة لحد ما اتخرج واشتغل في مجال السياحة. وبدأت الأمور نوعا ما تتحسن مع بلال واحدة واحدة، لحد ما في ليلة تتغير حياة بلال بالكامل لما يقابل سوزان إبراهيم. بلال يومها كان طالع على سطح البيت وشاف بنت جارته كانت أكبر منه بسنة واحدة ومتجوزة، وبدأ بلال يتكلم معاها بحكم الجيرة، وكبرت بينهم علاقة صداقة يوم بعد يوم، لدرجة إنهم كانوا بيتفقوا على مواعيد معينة علشان يطلعوا يتقابلوا مع بعض على السطح. يوم بعد يوم كانت الصداقة بتكبر ما بينهم والمشاعر بتزيد، لحد ما لاحظ بعض الجيران اللي بيحصل وقرروا إنهم يبلغوا زوج سوزان، واللي فعلا راقبها فترة لحد ما اتأكد من الموضوع. ولما واجهها وهو غضبان اعترفت له بإنها بتحب بلال، فقرر إنه يطلقها ويتخلص منها. ولما بلال عرف بطلاقها قرر إنه يتجوزها رغم إن أهله كلهم اعترضوا على الجوازة دي. واحدة مطلقة وأكبر منه، يعني مش واحدة مناسبة من وجهة نظره، بس بلال قرر يتجوزها بدون ما ياخد بنصيحة حد. وفعلا بلال اتجوز سوزان اللي بقى بيحبها بطريقة مبالغ فيها، وكان بيحاول يلبي طلباتها بكل الطرق. كان عنده شك إنها ممكن تخونه زي ما عملت مع جوزها الأول لأي سبب من الأسباب، عشان كده كان بيحاول يجيب لها كل اللي هي عايزاه، ويحاول بكل الطرق يعلي من مستواه المادي والاجتماعي. والأسباب كتير قرر بلال إنه يمشي في أسهل طريق علشان يحصل على المال وبصورة سهلة جدا وسريعة. بلال قرر إنه ينصب أو يسرق الفلوس بأي طريقة كانت، حتى لو هيرتكب جرائم قتل. المهم إنه يلبي طلبات سوزان ويعلي من المستوى اللي هو عايش فيه. وفعلا يقرر بلال سنة 1994 إنه يرتكب أول جريمة سرقة لواحدة كان يعرفها معرفة سطحية اسمها دعاء فريد. كان عندها 40 سنة. بلال عرف إن هي عايشة لوحدها وأمورها المادية كويسة جدا، علشان كده فضل بلال يراقبها لفترة من الزمن، وفي النهاية قرر إنه ينفذ ده بمساعدة زوجته. وراح بلال وسوزان لبيت دعاء وخبطوا على الباب وطلبوا منها شوية مية بحكم إنهم مرهقين من الطريق. ومسافة ما لفت ودتهم ظهرها ضربها بلال ضربة قوية، ولما حس إنها ممكن تنجو وتعترف عليه
قرر إنه يتخلص منها تماما. وفعلا طعنها طعنات قاتلة، وفتش الشقة وسرقوا الذهب والفلوس ونظفوا المكان كويس وهربوا من غير ما أي حد يشوفهم. وبعد أيام يكتشف الأهالي الجريمة، ولما يفتحوا الباب يلاقوا جثة في منتهى البشاعة. وتوصل الشرطة لتحقق في الواقعة، بس ما توصلتش أبدا لهوية الفاعل. ولما لقى بلال وزوجته إن الموضوع سهل وبيجيب فلوس، قرروا ينفذوا جريمة تانية، وبعد شهرين بس على بنت مصرية اسمها نهى المصري، بنت عايشة لوحدها مع طفلة رضيعة وعندها 23 سنة. وفضلوا مراقبينها لفترة لحد ما وصل لشقتها بنفس الطريقة، عايزين شوية مية. وأول لما لفت ودتهم ظهرها، ضربها على راسها وطعنها لحد ما ماتت. ودفن سرق كل الفلوس اللي في البيت. بس في اللحظة دي سمع بكاء البنت الصغيرة، فقرر إنه يتخلص منها هي كمان علشان ما تفضحوش. ونظف المكان هو وزوجته كويس أوي ومشوا. بلال كان ذكي جدا، بيستغل وجود مراته معاه علشان ما حدش يشك فيه لما يخبط على أي بيت. وبقت هواية ومهنة عند سوزان وبلال، يمشوا من المكان ويروحوا محافظة تانية ويأجروا شقة ويراقبوا السكان لحد ما يوصلوا لحد مناسب. وفعلا وبعد ما انتقلوا من المكان لقوا ضحية جديدة لبنت اسمها ليلى الشاعر. راقبوها لحد ما عرفوا مسكنها ووصلوا لها في وقت هادي، وضربوها وأنهوا حياتها وسرقوها. كل ده والشرطة عمالة تحقق في الجرائم دي وتأيدها ضد مجهول. بس تشابه الجرائم وطريقة تنفيذها خلى الشرطة تظن إن مرتكب الجرائم دي شخص واحد بس، مش أكتر من شخص. وفضل بلال وسوزان مكملين في الهواية دي. قتلوا بعدها راجل ستيني وبنفس الطريقة اسمه سعيد أبو خديجة. وبعدها قتلوا بنت تانية صغيرة عندها 22 سنة. وبعدها وفي منطقة تانية قدروا يقتلوا رجل أعمال ستيني اسمه ناجح الخياط. ورسموا خطة جهنمية وكأنهم رجال أعمال وهيكلموه في شغل، وقدروا إنهم يتخلصوا منه ويسرقوا المكان ويخفوا كل البصمات بتاعتهم. وانتشرت أخبار الجرائم دي، وبقت القضية قضية رأي عام، وكانت في ضغوط جبارة من الناس على الشرطة علشان توصل للقاتل اللي تسبب في موجة فزع كبيرة بين الناس. وسنة 1998 وتحديدا يوم عيد ميلاد سوزان، قرر بلال ياخدها ويحتفلوا بعيد ميلادها في بيت صديقهم عبد الجليل. بس الغريب إن عبد الجليل وفي سهو من بلال حاول يعتدي على سوزان جسديا. ولما شافهم بلال اتخلص من صديقه عبد الجليل وسرقوا المكان وهربوا بعد ما أخفوا كل البصمات. وهنا الغرور كان وصل لأعلى درجاته عند بلال، فبعت للشرطة الأردنية رسالة وقال لهم إن هو اللي قتل عبد الجليل، وإن اللي هيدوروا عليه وهيدوروا وراه هيقتله هو كمان. بس من سوء حظ بلال كان في بصمات على الرسالة، وقدر المعمل الجنائي إنه يوصل لصاحب البصمات دي واللي هو بلال. وبالفعل تداهم قوات الشرطة بيت سوزان وبلال ويقبضوا عليهم اللي اعترفوا بقضية عبد الجليل بس، وأنكروا باقي الجرائم. بس مع الضغط المستمر والتحقيقات اعترفوا بكل الجرائم علشان يتحكم سنة 2002 على بلال بالإعدام وسوزان بالمؤبد، لأنها ما كانتش بتنفذ وكانت بتخفي آثار الجريمة من المكان وبس. ودايما بنتعلم ونفهم إن طريق الربح السريع ما هو إلا فخ من الشيطان، إما هيتنصب عليك أو هتمشي في سكة فيها مال حرام، غضب من ربك في الدنيا وعذاب في الآخرة. عشان كده ارضى بفلوسك الحلال واحمد ربنا عليها علشان تزيد، وابعد عن أي مصدر للفلوس الحرام لأنها هتدمرك. الإنسان حر سيد نفسه إذا شعر بالقناعة وعبد لغيره، إذا كان
طماع. يعني الطماع هيبقى عبد الفلوس. وبكده تكون انتهت قصة النهاردة. استنوني في قصة جديدة.